احسن حله. وهذا يسمرنا نوجدوا باش نقولوا باللي الجزائر اليوم كاين ثاني كاس افريقيا لاقل من 17 سنه. صحيح. هذا من جهه. من جهه ثانيه انا نظن اليوم الجزائر في ملف 2025 ربحنا بزاف نقاط. ربحنا بزاف نقاط سيد معالي الوزير سيد علي لبيب. لما نقولوا ربحنا الكثير من النقاط، لكن ربما الكثير يتحدث على عامل الكولسة، على عامل الدبلوماسية الرياضية، على عامل أيضا جاهزية البنية التحتية بالنسبة للدول التي قدمت ملفها لنيل شرف في التنظيم. هل ربما الجزائر تستطيع أن تلعب على كل الأوتار لنيل شرف التنظيم؟ هي كل الأوتار لا، لأن أنت سبقت وقلت على الكولسة لها دور كبير. نعم. ولكن لما نرى انبهار حتى الأجانب خارجين إفريقيا من أوروبا وبصفة خاصة صحفيين، وقرأت منذ يومين أظن عن صحفي فرنسي يتابع بالكثير البطولات في إفريقيا وانبهر بالمنشآت والفنادق والتنظيم والأمن. فكل هذه الأشياء تصبح نقولها أحسن بالفرنسية دي زاتو. هاد لي زاتو هادو يسمحوا للجزائر بالإرادة السياسية الموجودة دقيقة بعد دقيقة. صحيح. في هذا الشان وقبل هذا الشان، مثلا ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وهذا يشير أن مستقبلا في الكان ستكون نفس الإرادة السياسية لتدفع إلى الأمام الرياضة في إفريقيا وفي الجزائر بصفة خاصة. نعم. إن شاء الله كل هذه الأشياء. نعم. وإذا كانوا يعني بنزاهة كاملة يتغلبوا على الكولسة. نعم. المعتادة في إفريقيا. هذا هو كان اشياء سلبيه هذه الكولسه. نعم. هذا هو محور سؤالي، لانه لما قلت لي عامل الكولسه والجزائر طبعا لا تلعب على كل الاوتار، لكن هناك من البلدان من ترشحت لنيل الشرف تلعب على وتر الكولسه بصفه كبيره. هل ربما جاهزيه الجزائر من كل النواحي يمكن ان تقطع هذا الوتر بالنسبه للدول على الاقل، حتى يمكن للمكتب التنفيذي للكاف يكون في موقف محرج ولا يمكن ان يرجح كفه الكولسه امام ما يمكن ان تقدمه الجزائر؟ ما جئت به الان نظن هي الخلاصه. فاذا كانت نوع من النزاهه والشرف، حتى الشرف على مستوى الاتحاديه الافريقيه، خلينا نسميها اتحاديه وكونفدراليه افريقيه، على راسها موسيبي، والاستقبال الذي يعني حظيوا به في القطر الوطني، والاحترام الموجود من طرف المسؤولين تاع الدوله من الولاة والوزاره الى اخره، لا بد عليهم ان يساندوا ترشح الجزائر بصفه ملتزمه avec engagement. الجزائر بصفه عامه الكولسه واش رانا نوريو اش كابريزون الكولسه ما عندها حتى يعني فرصه لها تتغلب على الملف اللي راهو حاليا. كل شيء واضح يعني توت لي كونديسيون سو ريوني باش يعني يكون اختيار يعني بدون مجامله ولا بدون قال له واحد باس دروا، ولا انا نشوفوا باللي الجزائر حاليا تستاهل لمصلحه الكاف، لمصلحه تطوير كرة القدم في افريقيا، ولمصلحه الكونفدراليه وكل يعني القاره بصفه عامه. صراحه بلادنا تستاهل باش تكون. نزيد كلمه قبل ما نروح لمعالي وزير الشباب والرياضه. في نقول لك ربما في العشر سنوات الاخيره الاتحاد الافريقي لكره القدم كان واجه مشاكل كبيره باش يلقى البلدان اللي تنظم هذه كاس افريقيا 2015 و17 و19 والى 2019 شويه، ولكن في السنوات الاخرى كانوا يوجدوا صعوبه، حتى انه المغرب في 2015 لما قالوا له تنظم كاس افريقيا ما نجمش ينظم، قالوا انا عندي واسمه ايبولا واسمه في بلادي. ولكن اليوم لما نشوفوا انه الجزائر لما جاء موتسيبي تم استقباله من طرف
رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه اعطى له ضمانات، قال له انه الجزائر اليوم راهي مستعده ومد له كامل الضمانات. واليوم هذه كاس افريقيا للاعبين المحليين، ما هي شغل سيتم ماتش اميكال، شغل حاجه يعني فوالا. هذا الماتش اسمه دوفيتور. اليوم صح رانا جاهزين، واليوم حتى موتسيبي كنا نسمعوا به واسمه بالامس دار تصريحات، قال انا اليوم راني نشوف باللي كاين كل الامكانيات راهي موجوده وما كاين ولا خلل. حتى اصبحت في رؤيه حساباته فيما يخص هذه الشان اللي كان الحديث ربما على اعتبار اخر نسخه من خلال ما شاهده وما تابعه. الان المكتب التنفيذي يفكر في ان تكون نسخ مقبله للشان، شان اللي كان البطوله الثانيه باللي ما جابت حتى يعني حاجه ايجابيه فيما سبق في 6 نسخ سابقه. بهذه النسخه الجديده اللي راهي عندنا نظن باللي راه دوني نوتر يدير المنظمين باش يكونوا. خالد نزيد حاجه فقط، هي منطقيا وبنسبه كبيره الاعلان عن البند الذي سينظم كاس افريقيا 2025 راح يكون يوم 16 مارس القادم على هامش الجمعيه. 16 مارس ام اخر لا في فيفري؟ هي 16 هي على حسب المعلومات اللي عندي يقول لك باللي انه الاتحاد الدولي لكره القدم راح يجتمع يوم 16 مارس في الجمعيه العامه اللي راح منطقيا راح يديروها في رواندا، يديروها في رواندا، وعلى هامش الجمعيه العامه تاع الفيفا يكون فيه مكتب تنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم، وتم رايحين يعني بعض القرارات من بينها اعلان عن البلد الذي سيحتضن كاس افريقيا 2025. معلومه واحده اخرى خالد، يقولوا باللي الاتحاد الافريقي لكره القدم حب في يعني في الاجتماع هذا يمدوا كاس افريقيا 2025 2027 و2029 يمدوا يعني ثلاث نسخ متتاليه. في عمليه الانتخاب اليوم انا نظن انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدا الاتصالات مع اعضاء الجمعية العامة واعضاء المكتب التنفيذي واقناعهم. اليوم 23 عضو اعتقد 23 عضو يعني اقناعهم بضرورة ولا باللي يعني احنا رانا جاهزين، عندنا كل الامكانيات. يعني ربما في السنوات الماضيه في 2017 ما مدوناش، ربما كان فيها مشاكل ولا ما كانش ملاعب، ولكن اليوم بالملاعب اللي راهي موجوده بالامكانيات بالفنادق والمطارات يعني وانا نشوفوا الكونديسيون سون ريني اي بيان سور توت لي كونديسيون سون ريني. وكاين حاجه واحده حتى الناس ولاو يعني المنتخبات يروحوا اسمه السياحه يخرجوا اليوم شافوا الثلج شافوا كذا الى اخره. انا نظن اعضاء المكتب التنفيذي لكره القدم يعني حتى رئيس الفيدراليه كره القدم الافريقيه عنده ناتو يقدر يتكلم به، كل ما يدير فيزيت مدينه من المدن يجي ساتيسفي كما قال ياسين انه بدايه الشان كانت في اجواء ربيعيه بعد اسرار الامطار والثلوج في قسنطينه. عندنا 4 فصول خالد اليوم، هذا المنتخبات راح يعيشوا 4 فصول هنا في الطرف تاع 10 وانا متاكد باللي راهم كلاو اللبن وكلاو الزفيطي وكلاو التختوخه وكلاو لا شوف حطوا لهم خالد لي كونديسيون كاع حتى لما تشوف خالد لما منتخب يبدل مدينه الى مدينه اخرى يلقى يعني لي كونديسيون خالد يلقى الناس. هي الامانه كاس افريقيا السابقه اللي كانت في الكاميرون كنت حاضر فيها، الفنادق اللي كان مقيم فيها المنتخب الوطني الجزائري لا يرقى الى الفندق اللي